بينما أنت تلهو ابن خالتك بيصنع مجد، ابن خالتكوا التالت كان مفخد ما بيعملش أي حاجة، لا بيلهو ولا بيصنع مجد، ضاربها صرمة. عشان كده أنت بتحاول تسحل نفسك وما تسيبهاش لإحساس اللهو والتفخيد. ممكن تبقى مش بتعمل أي حاجة، كلام فارغ، بس المهام الكتير والانشغال بيحسسك بالإنجاز. تتنطط من حاجة لحاجة، ترجع كل يوم متأخر، قهوة سريعة الصبح، الغدا بقى وقت العشاء، حياتك الاجتماعية في الحيط. ده مش معناه انك بتعمل مجد، ده معناه انك مسحول. ومع كل سحلة في حاجات مهمة بتضيع، علاقتك بنفسك وبأهلك وبيتك، علاقتك بربنا. مفيش فرصة ان انت تهدى وتفكر وتتأمل في اللي بتعمله، يدوب تنام علشان تصحى تكمل جري في السقف. ده مش بالضرورة إنجاز، ومش بالضرورة نجاح.